ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. انا متشكره جدا جدا لكل تعليقاتكم الجميله. متشكره لدعمكم ليا. يا رب وسع عليا وعليكم يا رب جميعا، ويجعله رمضان خير وسعاده يا رب علينا كلنا يا رب. آه ونخرج منه كده يا رب. نكون عملنا كل حاجه كويسه فيه، صمنا وصلينا وختمنا القرآن ان شاء الله اكتر من مره. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. ونخرج منه يا رب بكل بركة يا رب وحسنات يا رب. النهاردة بقى انتوا شجعتوني جدا بصراحة، تعليقاتكم كانت جميلة جميلة. والله العظيم حسيت ان اخواتي بيكلموني اقسم بالله. فانتوا شجعتوني قوي قوي. انا كنت محبطة جدا وكنت بقول على ان انا مش هكمل في القناة وهقفلها، والمشتركين ما بيزيدوش وما بيجيليش تعليقات وما بيجيليش مشاهدات، فعمري ما هحقق الشروط بتاعتها وهقفلها. ده صراحة يعني كنت محبطة في آخر فترة دي، كنت محبطة جدا. وقلت للبنى صاحبتي عشان هي صاحبة فكرة عمايل القناة، وهي اللي عملت لي أصلا الحساب بتاع القناة، عشان أنا ما كنتش عارفة على فكرة في موضوع القنوات ده. هي اللي شجعتني وهي اللي عملته لي. وبقيت أقول لها الكلام ده، بقيت أقول لها لا يا لبنى القناة مش هتنفع، وكل شوية تقول لي صوري وأنا أقول لها لا. وكنت مكسوفة بصراحة أوري يعني الشقة، على أساس إيه؟ إن أنا هسمع تعليقات سلبية، هسمع كلام يضايقني. فمش عايزة حاجة تحبطني. وكنت بقول الحمد لله برضو. انا بحمد ربنا على كل حال، الحمد لله. انا قعدت 7 سنين ونص في الايجار وكنت بقول الحمد لله. فانتوا النهارده شجعتوني قوي 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 بتعليقاتكم الجميله، واشتراكاتكم الجميله ودعمكم ليا. ربنا يخليكم ليا يا رب. اخواتي وحبايبي كلكم. النهارده بقى قلت هعمل كده ايه، حركه جراءه، وهغسل المشايات. بس انا قلت لكم انا عندي، بصوا المشايه دي كانت في اوضه النوم لو شفتوها امبارح. هي متر في متر تقريبا. عندي المشايه دي، عندي منها كمان واحده اهي لو باينه. دول مشايات البيبان، تمام. عندي 4، 2 احمر والاتنين الازرق، ودي التانية بتاع اختي دي. تمام، هي دي المشايات اللي عندي. وواحده كده طويله، يعني عرضها حوالي 50 سنتي بس، وطويله. هوريها لكم برضو وانا بغسلها. تمام. هوريكم دلوقتي وانا بغسل المشايات دي. هغسلها كلها، مش هيتفضل غير السجاده اللي هي بتاعت قلت لكم اللي انا بحطها هنا في الانتريه. تمام، مش كبيره قوي، بس قلت اغسلها في يوم لوحدها عشان المكان زي ما انتم عارفين ضيق، فمش هعرف اغسلها في نفس المكان النهارده، عشان كمان المشير وكده انتوا فاهمين. المهم جيت انا بقى بغسل السجاد بتاعي. بصوا، انا بغسل السجاد بتاعي بايه؟ ما بغسلهوش بقى ولا بشامبو سجاد ولا باي حاجه، كلوروكس ده. تمام. والاريال اللي انت بقى تفضلي، اي نوع مسحوق انت تفضلي. انا بجيب الاوكسي، بحب الاوكسي، ريحته جميله وبينضف وبيرغي جميل. بجيب كده ميه سخنه على الناشف، بس اهم حاجه تنفضي المشايات كويس قوي قوي، او السجاده تبقى منفضاها. لو مش عايزه تنفضي وتتعبي ايدك، بالمكنسه وامشي عليها، عشان التراب بيبهدل الدنيا في الغسيل. لو مليان تراب بيبهدل الدنيا في الغسيل. دي ميه، انا شغلت السخان شويه، ودي ميه سخنه تمام كده، بس سخنه عاديه يعني احط ايدي فيها كده، مش سخنه مولعه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هحط فيها الاريال وحبه كلوروكس، مش كتير. اوعوا تفكروا ان انا بحط الكيس كله، لا طبعا. انا بحط حبه، يعني مثلا زي ربع كوبايه على الطبق ده مثلا، ربع كوبايه. واحط طبعا الاريال براحتك، وببلها على الناشف كده، مش ببل ميه، مش بحط ميه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، والله هتخلي اسهل من السجاد في غسيله مفيش. تمام. هخليكم معايا دلوقتي. هفتح بس الاكياس وهحط الاريال. فتحت اهو كيس كده، كيس الاوكسي كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. نفضي حبه كويسين يعني، مش كتير قوي ومش قليلين قوي. تمام. وهنجيب كده كيس الكلوروكس زي ما قلت لكم. الكيس ده ممكن اغسل منه السجاد ويفيد منه كتير كمان. تمام. بصراحه بينظف السجاد وبيخليه جميل قوي قوي كده. انا بعمل طبعا الطبق ده كل شويه بملاه ميه دافيه، يعني الاحسن. انا عادي ممكن اعمله بميه من الحنفيه عاديه، بس ده الاحسن. ليه بقى؟ انا ببل كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ببل كده السجاد ماشي، وبسيبه شويه. يعني ايه؟ مش بغسله او مشغله فيه غسيل على طول، لا. الاريال بقى مع الكلوروكس مع الميه الدافيه دي السخنه شويه دي،
تاكل بقى في السجاد، لو في اي بقعه تطلع من غير اي تعب. يعني اول ما تمشي عليه الفرشه، عشان انا بصراحه في غسيل السجاد يعني ما اقولكوش دراعاتي بتوجعني بكل سهوله يعني. فبعمل ايه بقى؟ بسيبه كده 5 دقايق، وبعد كده ابتدي ادعك فيه بالفرشه العاديه بتاعتنا اهو. بصوا بالله كلها وباللي غيرها واركنها. طبعا الطبق ده مش هيكفي، بعمل كل شويه زي ما بقول لكم طبق. وانا جنبي كيس الاريال وكيس الكلوروكس والسخان الحمد لله في ميه انا مشغلاه عشان عارفه ان انا هغسلهم كده. ببل كده واسيبها واخلي الطبق جنبي، وانا بغسل كل ما عاوز حبه اقوم حاطه، كل ما عاوز حبه اقوم حاطه. تمام. جربي الطريقه دي، ماما ربنا يخليها لي يا رب، هي اللي معلمانا الطريقه دي، هي اللي بتغسل السجاد كده. بتبله كده على الناشف بالاريال والكلوروكس، وبعد كده تسيبه دقايق، وبعد كده ترجع تغسل بقى، تطلع معاكي ينضف في ثواني. تمام. هسيبه 5 دقايق كده وهوريكم وانا بغسله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دلوقتي اهو سبت المشايه كده عليها زي ما قلت لكم الاريال بالكلوروكس كده، واخلي جنبي كوبايه كده عشان لو الطروف كده مش مبلوله ابلها. تمام. يا رب يكون واضح عشان بصور بايد وماسكه بايد. انا بس هوريكم يعني انا بعمل ايه. يعني 5 دقايق بس تسيبيها، حتى لو الميه سخنه قوي تكون هديت. بس نبتدي بقى نجيب من الحرف واحده واحده كده. بصوا هتلاقيها اصلا نطرت بصوا ميه صفرا على طول، مش نضيفه طبعا. معلش انا بغسل على قدي عشان انا دراعاتي تعبانه. اهم حاجه طبعا الحروف دي عشان تبان عليها النظافه. انا بغسلهم ليه دلوقتي؟ علشان بشيلهم وما بفرشهمش اللي على الايد. انا كل سنه بعمل كده، بغسل السجاده هي مره واحده بس في السنه، مش بغسلها كل شويه. ليه؟ لان في الصيف اغلب الوقت ببقى زي ما انتم شايفين كده سايباها على السيراميك كده بالشرشوبه، بعد ما بناكل بلمها. حد جه مثلا الارض اتبهدلت بالشرشوبه كده وبلمها، بترجع نضيفه وزي الفل. والمشات والحاجات دي مفرشهاش الا على العيد. وطبعا بعد العيد الصغير لما الجو بيبتدي يعني يهدى شويه، الصيف بتاعنا يهدى شويه، بقوم راجعه حاطه السجاد بقى تاني، اسيبه بقى لحد يعني انا لسه لما بس من شهر تقريبا، اقل من الشهر، اسبوعين 3. بفضل بقى سايبه الفتره دي كلها. طبعا بيبقى عليه حفاظات برضو، عندي حفاظات بحط عليه الحفاظات عشان يفضل نضيف شويه نوعا ما، وبحاول احافظ عليه برضو انا. يعني الحمد لله يعني ده السجاد ده بتاع جوازي، وهو واللي مركون اللي انتوا شفتوه في الفيديو بتاع الشقه. ده مركون ركناه بس عشان ملوش مكان، يعني هفرشه في ايه؟ ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. بس بغسل بقى حته بحته كده اكملها، مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان ما تزهقوش مني. بغسل حته حته. بعمل ايه بقى بعد ما بغسلها؟ انا غسلتها مثلا ببرم كاني هشيلها وبركنها. ما تشطفيش بعد ما تخلصي، سيبيها تاني في الاريال والكلوروكس تاني. لو حاجه فاتت من عليكي مثلا ما نضفتش، الاريال والكلوروكس ياكل فيها مع الميه الدافيه دي، هينطرها على طول من غير ما تغسليها. فانا بغسل حته حته كده، وبعد كده ابرم واشيل لحد ما اخلص السجاد كله او المشايات كلها. بعد كده اشطف من الاخيره، يعني انا بدات بدي ابتدي اشطف من دي للي بعديها. انا برصهم بالترتيب في الحمام يصفوا الميه باريال اللي مش نضيفه دي، عشان لما اجي اشطفها ما تبقاش مرغيه وتاخد بقى ميه كتير في شطفها، لا بتبقى صفت كل الميه باريال اللي فيها. فلما تيجي تشطفيها ما تتعبكيش، كانها ناشفه تشطفيها بكل سهوله. وبشطف زي ما قلت لكم عكس، يعني اللي بدات بيها هي الاول. تمام كده. هخلص دي، ولما اجي ابتدي في حاجه تاني برضو هوريكم بعمل ايه. خليكم معايا. بصوا دلوقتي حبايبي انا خلاص السجاده المشايه، معلش المشايه دي بصوا خلصتها خالص اهي ماشي. بعمل ايه بقى بعد كده؟ بصوا انا ببرم جزء كده، هوريكم ثواني. انا خلصتها ببرم كده جزء طول ما انا شغاله، علشان انتوا عارفين المكان ضيق، انا بغسل قدام الحمام والمكان ضيق، عشان كده مش هغسل كبيره النهارده على ما اوسع لها بقى مكان. اهو برمتها، بوقفها كده تمام، وهاخدها كده ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم.
واركنها هنا كده في ارضيه الحمام كده عشان تبقى قريبه للبيبه. تنزل كل الميه اللي فيها. هركنها على جنب. هركنها بقى ازاي؟ هركنها بالترتيب عشان لما اجي اخد من السجاد من المشايات اشطف ما اتلخبطش. فبركنها كده اهي عشان ابقى عارفه ان دي اول واحده. تمام كده. هجيب اختها كده بعديها. تمام. طبعا جنب الطبق مليته كمان مرتين وانا فاصله الفيديو، مليته مرتين. هاتني من هنا كده وهبتدي من هنا. تمام عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هغسلها برضو. تمام. انتوا عرفتوا بقى انا بعمل ايه. ميه سخنه على اريال على كلوروكس، ونبتدي حته حته. والحته اللي اغسلها من هنا ابرم، واجر كده وابل. انا ببلها الاول كلها زي ما قلت لكم واسيبها شويه، وبعد ما اسيبها شويه ارجع بقى اغسل فيها. ماشي. يا ريت ميه سخنه هتنفعك كتير كتير وهتريحك كتير كتير والله. تمام. هخلص وهغسل المشايات وهسيبهم برضو واحده واحده زي ما وريتكم ويتصفوا. وبعد ما يتصفوا وانا بشطف هرجع لكم. انا غسلت المشايتين الكبار وغسلت المشايه دي اختي دي بالظبط، بس حبيت اوريها لكم. بصوا لما سبتها بالاريال والكلوروكس تمام بميه سخنه، وبعد كده بلتهم كلهم. بصوا بلتهم كلهم اتبلوا. تمام. وغسلت واحده والتانيه اهي. بصوا الميه بتطلع بكل سهوله ازاي. على فكره ما بتاخدش اريال كتير. اللي يفتكر ان هي ممكن تاخد اريال كتير خالص، لا طبعا ما بتاخدش. بصوا البيج بتاعها فتحي ازاي، نورت بصراحه. ليه؟ عشان حطيت عليهم ميه سخنه بالاريال بالكلوروكس وسبتهم ورجعت خدت واحده واحده بالعكس. يعني من اول واحده بلتها وبغسل فيهم اهو. هوريكم وانا بشطفهم، خليكم معايا. دلوقتي انا اهو خلصت الغسيل كله. المشات كلها اللي وريتها لكم هجيب اهو من اول واحده اهي اللي وريتها لكم غسلتها. بصوا خفيفه ازاي، صفت كل ميتها عشان انا سبتهم وقعدت شويه ارتاح برضو. لميت. اهم حاجه تلمي الارض بالمساحه كده، تلمي الارض عشان ما تتزحلقيش والاريال بقى ايه يبهدلك الدنيا وانت بتشطفي. نبتدي نفرد كده واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بصوا كانها ناشفه يا دوب بس مبلوله بلال بسيط، بس ما فيهاش اي ميه. تمام. لو عندك بقى خرطوم اسهل، لو عندك بانيو اسهل واسهل. انا بس هوريكم انا بعمل ايه. بندلق بقى ميه. لو المكان بقى واسع بالمساحه بتعملي ايه، تفردي كده السجاده. لو كبيره كمان بيبقى احسن. بالمساحه كده وتقعدي تعملي كده. بس طبعا عشان بصور بايد وماسكه بايد مش عارفه اتمكن منها. انما هي لو بايدك بقى الاتنين خرطوم كده تسيبيه تقعدي تشوفي فيها كتير. بصوا الميه اللي نازله، بصوا الميه صفرا ازاي. لو عندك بقى بانيو المشات الصغيره دي تشطفيها كذا مره في البانيو. ما عندكيش بانيو بالمساحه تشطفي كده تقعدي. بشطف كتير طبعا، مش الكوبايتين اللي بوريه لكم وبس، بس انا بوريكم. يا ريت بقى بص انا حطاها عكس الوبره، لا يا ريت تلفوها زي ما انا هلفها دلوقتي عشان وانتي بتجري بالمساحه يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل خالص. كده انا عشان مش عندي خرطوم بالكوبايه، لو مش بالكوبايه بالطبق برضو اللي كنت عامله فيه الاريال، بدل ما اقعد بالكوبايه كل شويه كده بدلق بقى ايه، بدلق. بصوا الموضوع سهل ازاي. خلي دايما اتجاه الوبره كده. بصوا ما يبقاش عكس، يبقى كده. تيجي بقى تجري بالمساحه. انا طول عمري بغسل السجاد كده. بصوا تلاقيها بتنطر الاريال معاكي مع الميه. تمام. هخلص شطفهم كلهم عشان اعرف اشطفهم كويس وهوريكم وفي الاخر طبعا بسيبهم يصفوا كام ساعه تاني وبعد كده نشوف. تمام. بصوا حبايبي انا عشان لو عندي بقى طبق يعني مكان لطبق كبير، عندي الاطباق الكبيره البلاستيك كلها في البلكونه زي ما انتوا شفتوها فوق الغساله اللي هي العاديه. لو عندي مكان كبير كنت غطست ده فيهم كام مره واحده واحده كده، بس عشان ما عنديش بعملها زيها زي السجاده كده. تمام. بصوا لونها ظهر ازاي. تمام. اهم حاجه لما تيجي بقى تصفي ما تحطيش السجاد زي ما كنت بتصفيه وهو مغسول في الارض. ليه بقى؟
هيتبهدل من الارض، والميه اللي بتنزل دي نضيفه او مش نضيفه هتيجي فيه. رفعتهم كده بصوا على كرسي عشان لو حد يحتاج بس يخش الحمام ولا حاجه فما ينفعش. حطهم على القعده بتاعه الحمام، قمت حطاهم كده رفعوها على كرسي. بصوا يصفوا الميه، هسيبهم ساعتين 3. المهم اوعي تبيتيهم عشان ما يعملوش ريحه كمكمه. هما كده ريحتهم اريال جميله. بصوا كلوركس زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما غيرش لون اي حاجه. بصوا فيها احمر وفيها ازرق وفيها بيج اهي زي ما هي، ما تغيرش فيها اي حاجه. تمام. تفضلي بقى تجري كده. لو سجاده كبيره هتريحك قوي برده، ولو خرطوم احسن واحسن. ماشي. بس بقى ايه يعني، الجيش قال اتصرف، بنتصرف زي ما بيقولوا، الموجود نشتغل بيه. ماشي. هخلص وهرصص كده دول يتصفوا برضو على جنب كده فوق دول الحمام، واخر ما يصفوا الميه خالص عشان ما يبهدلوش الدنيا ولا يقعوا من على الحبال ويبقوا تقال. يعني الخامه دي تقيله شويه. هنشرهم وخلاص. لما اجي انشرهم بقى عشان ما تعبوش وجعت لكم دماغكم النهارده كتير، اخر ما يتصفوا على الكرسي هنا هقوم نشراهم كلهم على الحبل، وابقى كده الحمد لله انا خلصت. مفيش الا سجاده واحده هي ومشايه رفيعه خالص، بس طويله بس رفيعه، يعني 50 في مثلا 3 متر ولا حاجه. ماشي. لما اجي انشرهم هوريها لكم، بس بعد ما يتصفوا بقى براحتهم ساعتين 3 4 كده، وهوريكم وانا بنشرهم. خليكم معايا اهو. دلوقتي سبت السجاد خلص اتصفى اهو من العصر، الدنيا ليلت اهي. هنشرهم دلوقتي خلاص اهو. انا نشرتهم الحمد لله كده. انا خلصت نشرتهم. معلش بقى على صوت الشارع. تمام. ما تنسونيش بقى في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ويا ريت تدعموني وربنا يخليكم لي يا رب يا حبايبي. دايما كده مدعميني كده ومشاركيني كده في كل فيديوهاتي يا رب. وكانت معكم ام بودي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.